مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ وإن شاء الله زينين، إن شاء الله دايما بخير وصحة وسلامة. مثل ما شفتوا اليوم راح أسوي وياكم صينية دجاج البوتيتا والخضروات، تنفع سندويشات كلش طيبة للعشاء. هنا مثل ما تشوفون عندي صدور دجاج مغسولة وبوتيتا مقطعة وبصل وفلفل وثوم بهذا الشكل. أما البهارات انتم اللي تحبون تضيفونها ضيفوها. أنا خليت أوريغانو وزنجبيل وفلفل حار وكمون وكاري وشوية كزبرة ودبس الرمان ويا الزيت خلطتهم، وهنا الملح وعندي بابريكا. هسه مثل ما تشوفون راح أبدي بطريقة العمل. هنا مثل ما تشوفون هذه عندي كاسة راح أخلي بيها الخلطة بهذا الشكل. هسه راح أضيف البهارات بهذا الشكل حتى أخلطهم وأتبل بيهم الدجاج والخضروات. هنا هسه راح أضيف الأوريغانو أو الزعتر البري. هنا راح أخلي الكاري، طبعا كلش طيب بهذه الأكلة لأن عندنا بوتيتا، تعرفون البوتيتا تحب الكاري. هنا كمون وهنا شوية زنجبيل. طبعا هذه البهارات كلها على معلقة كوب. هنا فلفل حار مثل ما تشوفون بالصورة، وهذه بابريكا، وهذه شوية كزبرة، وهذا الدبس الرمان والملح قصدي، والدبس الرمان والزيت هم راح نضيفه. طبعا انا مخليتهم سوية هنا بهذا الشكل، دبس رمان وزيت او زيت الزيتون اللي تحبونه. راح هنا اخلي اعصر ليمونة، طبعا نسيت الليمونة، راح اعصر ليمونة او تحبون خلط خلون، تحبون خلوه. أنا راح أعصر ليمونة كاملة وأخليها بهذا الشكل، وراح أخلط هذه الخلطة كل زين. بعد ذلك أضيف صدر الدجاج. طبعا أنا عندي صدرين من الدجاج قطعتهم مكعبات بهذا الشكل ومغسولات ونظيفات. خليت صدر الدجاج، راح أخلي البوتيتا وراح أخلي الفلفل والبصل اللي قطعناهم بهذا الشكل. وهسه راح نخلي الخضروات وأبرش الثوم طبعا بالمبراشة بالصفحة الناعمة حتى تتمازج ويا المكونات. راح أبرش فصين من الثوم عندي طبعا بهذا الشكل، راح أبرشهم كل زين بهذا الشكل مبراشة بالناعم. بهذا الشكل، وراح أخلط هذه الخلطة كل زين، وبعد ذلك أغلفها وأخليها بالفرن لحد ما تستوي. هسه راح أخلط هذه المكونات، أو تحبون تخلوها لمدة ساعتين 3 حتى تاخذ التتبيلة. أنا هنا مستعجلة يعني خلطت هذه الخلطة وخليتها رأسة بالفرن. عندي هذه الصينية تدخل الفرن، راح أضيفها بيها مثل ما تشوفون بالصورة وياي. راح أفرغ هذه المكونات كلها، وراح أغلفها بالألمنيوم، يعني ما حاجة أخلي ورق زبدة لأنه ما تشلب الألمنيوم يعني إلا القالب شوية كبير. راح أخليهم بالفرن لحد ما يستوون. بعد ذلك أطلعهم وأخلي عليهم الجبنة وأرجعهم للفرن. غلفتهم بهذا الشكل، راح أخليهم بالفرن لمدة ساعة واحدة فقط أو أقل من ساعة، لأن كله مقطعينه قطع صغار. هسه بعد ما استوى بهذا الشكل راح أضيف الجبنة المبروشة بهذا الشكل، راح أرجعها للفرن. وهذا هو شكلهم النهائي، وإن شاء الله يعجبكم. احنا اليوم سويناها سندويشات، او انتم تحبوها سووها بالخبز الصاج او تحبوها باي خبز تاكلوها، كلش طيبة ولذيذة. حتى تسوون وياها جانبي طبق جانبي من المعكرونة او الارز، كلش طيبة ولذيذة. ان شاء الله تعجبكم.